السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الفيديو ده زي ما احنا متعودين ببركة سيدنا النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الناس يا شباب اللي هي بتحب ان هي تشوف سلالات حمام جديدة. ركبنا حمامتين مختلفتين تماما من سلالتين مختلفتين. ذكر حمام هزاز وانتاية حمام استرالي، وينتجوا لنا حمامة مختلفة تماما تماما تماما. هنشوف دلوقتي الحمام وايه الانتاج اللي انتجه. طبعا دول زي ما حضراتكم شايفين الذكر الاسترالي الابيض، والنتايه اللي هي الذكر عفوا الهزاز الابيض، والنتايه الاسترالي اللي انتوا شايفينها حضراتكم قدامكم دي. الحمام ده يا شباب انتج لنا حمام مختلف تماما تماما تماما. طبعا انتج لنا حمام طويله خالص، اللي هي الحمامه اللي انتوا شايفينها قدام حضراتكم. الحمامه اللي هي بتجري ورا النتايه اللي في الصوره دي. في ذكر بيجري ورا النتايه بتاعته، الذكر اللي طار فوق دون شايفين حضراتكم في الصوره. ده ذكر حمام هجين الهزاز. الذكر اللي انتوا شايفينه حضراتكم اللي انا ماشي الكاميرا عليه، اللي هو بيجري ورا النتايه بتاعته، اللي هو بيطير ورا النتايه بتاعته اللي هي عايزها تعشش. الذكر ده يا شباب ناتج الحمام الهزاز، ذكر الهزاز بالنتايه حمام الاسترالي. اخوه طلع برضو ذكر نفس العش، يعني الاتنين طلعوا ذكرين نفس العش، عش واحد، اللي هو الذكر الاسمر اللي انتوا شايفينه حضراتكم. انا حابسه عشان نوريه لحضراتكم. الذكر الاسمر اللي انتوا شايفينه دول هنقرب لكم برضو الكاميرا، وهنجيب الذكر دون عشان نشوف هو واخد ايه من النتايه الاسترالي ومن الذكر اللزاز. طبعا امه شايفينها زي ما حضراتكم شايفين كده، امه النتايه الاسترالي دي، وابوه طبعا الذكر اللي هو الهزاز الابيض اللي انتوا شايفينه دولت انتجوا لنا يا شباب. الذكر اللي انا وريته لكم دلوقتي اللي بيجري ورا النتايه بتاعته عايزها تعشش، الذكر اللي انتوا شايفينه قدام حضراتكم اللي الكاميرا معاه دي، الذكر اللي هو راح يشرب من المسقه دي. وانتج لنا برضو يا شباب الذكر اللي هو الاسمر اللي انتوا شايفينه قدام حضراتكم، برضو احنا هنجيبه عشان نوريه قدام حضراتكم. طبعا الذكر ده يا شباب الراس بتاعته واخد الراس بتاع الحمام الاسترالي، يعني المنقار بتاعه قصير، ماهوش منقار طويل. وطبعا الذكر ديله طويل بسم الله ما شاء الله، يعني حمامه طويله. انتوا شايفين يا شباب الحمامه عامله ازاي. طبعا الحمام دون وهو صغير كان حمام ملحم خالص، يعني حمامه ممكن ان انت تذبحها، ممكن ان انت تستفيد منها بعد كده في الطيران. طبعا انا لما لقيت جوز الحمام ده كويس، فانا ما رضيتش ان انا اذبحه، فانا سبته للطيران. الذكر يا شباب زي ما انتم شايفين قدامكم، هوريه لكم برضو قدامكم. الذكر اللي هو الاسمر حمامه طويله خالص بسم الله ما شاء الله. لو بصيتوا بالمقارنه للحمام اللي هو جنبه هتلاقي ان هو ذكر فارق خالص عن الحمام اللي هو جنبه. ده ناتج حمام الهزاز بالحمام الاسترالي. ان شاء الله هنعمل لكم فيديو تاني هنوريكم الناتج الحمام الكازاخنجي بالحمام الاسترالي، النتايه الكازاخنجي بالحمام الاسترالي. ان شاء الله بكره هنعمل لكم فيديو عشان نوريكم ناتج الحمام الاسترالي بالحمام الكازاخنجي. يا ريت الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.